أجمل عبادة تعبد بيها ربنا في شهر رجب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قعدت أفكر إيه أكتر العبادات اللي تتقرب بيها إلى الله وتدخل بيها على الله في شهر رجب، فلقيت حاجة عجيبة جدا: الحمد والشكر من أبواب العبادات الجميلة في شهر رجب. والأول أقول لك إيه الفرق بين الحمد والشكر. الحمد هو الإطار النظري والشكر هو الإطار العملي. الحمد هو الثناء على الله باللسان وبالقلب، بكل ذرة في كيانك يا رب أحمدك، بتقول بلسانك وبتقول بقلبك. الحمد ثوابه كبير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ ما بين الأرض والسماء. نور في حياتك، نور بين الأرض والسماء. الحمد لله، الحمد لله الكلمة الكبيرة الغالية اللي بدأ بها القرآن: الحمد لله رب العالمين. طب والشكر ايه؟ تحويل الحمد لشكل عملي. انت مش حمدت الله بقلبك وبلسانك، حوله بقى للشكر. الشكر هو تفعيل نعم الله في الحياة. الشكر هو استخدام نعم الله لجعل الحياة أفضل، حياة الناس أفضل. الشكر دليله في القرآن: اعملوا آل داود شكرا. أنا مش عايز شكر نظري، أنا عايز الشكر بالعمل. اعملوا آل داود، هو ده الشكر بتاعكم. استخدم نعم ربنا في الخير. اداك قوة، استخدمها في الخير للناس. اداك علم، استخدمه في الخير للناس. اداك فلوس، اداك ذكاء، اداك ما أعطاك الله حوله إلى شكر. أجمل ما تستطيع أن تفعله أن تجمع بين الحمد والشكر. فأنت جامع بين ثناء اللسان والقلب وجامع بين العمل شكرا لله. جمعت بين الاتنين، يفرح بك الله ويرضى عنك الله ويزود بقى العطاء: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وتبقى في نعمة ما بعدها نعمة. يا بختك لو جمعت بين الحمد والشكر. إيه علاقة ده برجب؟ وإيه علاقة الحمد والشكر بشهر رجب؟ رجب شهر البركة، يبارك الله فيها في الأرزاق، ويبارك الله فيها في العطاء، ويبارك الله فيها في مجهود الناس. فأنت حامد وشاكر، فيحدث إيه؟ تلتقي مع البركة في شهر البركة، فيتضاعف عطاء الله ويتضاعف امتنان الله عليك وعطاء الله لك، لأنك قبلت البركة بالحمد والشكر. أنت في نعمة ما بعدها نعمة، أنت في المضاعفات. والبركة في اللغة هي الزيادة أضعاف مضاعفة وليس العطاء العادي. حامد وشاكر فبتشتغل، وربك يوزع بركة كبيرة في هذا الشهر، فيلتقي حمدك وشكرك مع بركة شهر رجب، فتكون في أضعاف مضاعفة. عيش بعبادة الحمد والشكر في شهر رجب، لتدخل شعبان ورمضان وأنت مرضي عنك، مبارك لك في عملك. يا رب بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا من عبادك الحامدين، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم أنعم علينا في شهر رجب برزق واسع وعطاء كبير. آمين آمين. شكرا.